سعادة في الدنيا والآخرة. عايز إيه؟ عايز مثلا إن ربنا يثبت إيمانك بالقرآن، بالقرآن بفضل الله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند الطبراني في الكبير: أبشروا. شوف بقى صدر الحديث بلفظ إيه؟ أبشروا فإن هذا القرآن طرفه، خد بالك من اللفظ، طرفه بيد الله وطرفه بأيديكم فتمسكوا به فإنكم لن تضلوا. ولن لما تيجي مع الفعل المضارع تفيد لا يمكن تفيد الاستحالة، فاهم ازاي؟ فإنكم لن تضلوا ولن تهلكوا بعده أبدا. يا سلام. عايز ايه؟ حسنات. عايز تجمع حسنات؟ كنز حسنات من وراء القرآن. يقول صلى الله عليه وسلم والحديث عند الترمذي بسند صحيح: من قرأ حرفا من كتاب الله كتبت له به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. يعني أنت قاعد دلوقتي بتقول ألف لام ميم 30 حسنة وأنت قاعد، وممكن تيجي يوم القيامة محتاج حسنة عشان تخش بيها الجنة. تخيل. عايز ايه تاني؟ عايز ربنا ينجيك من عذاب القبر بالقرآن. بالقرآن. الحديث رواه الحاكم بسند صحيح. يقول صلى الله عليه وسلم: سورة تبارك الذي بيده الملك هي المانعة من عذاب القبر. ولذلك انا بوصي اخواني اللي قاعدين قدامي والمشاهدين، بوصيهم ما حدش فيكم ينام يا جماعة اي ليلة الا هو بيقرأ سورة تبارك. لو مت في هذه الليلة بفضل الله تنجو من عذاب القبر بوعد الصادق. ما تصلى عليه صلى الله عليه وآله وسلم. يبقى عايز تنجو من عذاب القبر، عليك بقراءة القرآن بسورة تبارك. طب عايز ايه تاني؟ عايز الشفاعة يوم القيامة. من يوم القيامة هاجي الاقي اهوال يوم القيامة: يحشر الناس حفاة عراة غرلا غير مختونين 50,000 سنة واقفين. انت محتاج بقى الشفاعة عشان تنجو وتخش الجنة بسرعة. يبقى بايه؟ بالقرآن برضه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند الطبراني في الكبير بسند صحيح: القرآن شافع مشفع. ما هو ممكن يبقى شافع بس ما يبقاش مشفع. يعني ممكن، يعني خدت بالك، يعني ممكن اي يوم القيامه اطلب الشفاعه ان انا اشفع لحد فلا تقبل شفاعتي. لكن القرآن شفاعته ايه؟ مضمونه. القرآن شافع مشفع وماحل مدافع محامي مصدق. من جعله امامه بيقرأ القرآن، بيتدبر ما فيه، بيعمل بالقرآن، بيستشفي بالقرآن، بيتحاكم للقرآن. من جعله امامه قاده الى الجنه، ومن جعله خلفه لا صد نفسه عن القرآن، لا يقرأ ولا يتدبر ولا يعمل ولا يستشفي ولا يتحكم إلى القرآن. القرآن بالنسبة له يعني ناسيه خالص، هجر القرآن. خدت بالك؟ ومن جعله خلفه ساقه إلى النار. خدت بالك؟ عايز إيه تاني؟ عايز أخش الجنة. عايز تخش الجنة برضه بالقرآن بفضل الله سبحانه وتعالى. أولا لأنك لن تدخل الجنة إلا برحمة الله، كما أخبر رسول الله صلى الله عليه صلى الله عليه وسلم قال: لن يدخل أحدا منكم الجنة عمله. قالوا: ولا أنت يا رسول؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمته. وده مين؟ سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم. حديث رواه الطبراني في الكبير بسند الحسن. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: سورة من القرآن اللي هي تبارك برضه، ما هي إلا 30 آية خاصمت عن صاحبها حتى أدخلته الجنة، وهي تبارك الذي بيده الملك. لا دخلت الجنة كمان وبعدين عايز بقى أرتقي في درجات الجنة. خدت بالك بإيه؟ برضه والله بالقرآن. حديث رواه الترمذي بسند صحيح يقول صلى الله عليه وسلم: يقال لقارئ القرآن يوم القيامة: اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الحياة الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية كنت تقرأها. يا سلام. عشان كده يا جماعة عايزين يبقى على الأقل يبقى ليك ورد يومي، على الأقل جزء. يا أخي سبحان الله، أنت عارف أنت من خلال 3 ساعات فقط تقدر تقرأ 8 أجزاء ونص، كل دوت ب1,000,000 حسنة. فربنا يرزقنا وإياكم إن شاء الله التعايش.